امي من وانا طفله بغني من 3 سنين وسنتين. امي هي اللي كانت تلقني كل الاغاني، قعدتني جنبها غني. امي هي اللي حببتني في الفن، هي اللي حببتني في مسؤوليه الفن، هي اللي ادتني الثقه في نفسي انك انت تقدري تعملي، لازم تعملي. قالوا لي تروحي تدرسي موسيقى في مصر، تروحي تدرسي موسيقى وانا هاخدك كده، يعني عارف. امي دايما كانت محسساني ان انا اقدر اعمل كل حاجه. يا ماما ده بيقولوا لي انتجي انت، ليه لا اعملي. امي كانت اعتقد انها كانت دايما بتحقق امنيتها من خلالي. بتقول يعني امي لا تقرا ولا تكتب، ولكن كانت بتذاكر لي. بتقول لي انا كنت بشوف، يعني بعدين لما عرفت ان امي بتمضي ورق لما مات ابويا بقى بتمضي كده، فانا قلت لها امي انت ازاي يعني ما فيش قرايه وكتابه وانت عارفه ازاي كنت بتذاكري لنا واحنا صغيرين. وكنت بنجح الاولى لغايه ثانويه عامه، ما شاء الله. الاولى في المدرسه. فقالت لي انا كنت بذاكر لكم وبشوف في عينيكي اذا انت صح او لا. هي دي امي بقى. فانا امي هقول لك حاجه، يعني انا امي كانت وستظل وستبقى كل حاجه في حياتي، كل حاجه حلوه في حياتي عملتها هي امي، وكل حاجه هعملها لامي. واني انا اغسل امي من اعظم القرارات اللي انا خدتها في حياتي، لاني بغير عليها وبحبها، مش عايزه حد يمسك امي غيري. وانا ساعات يعني انا يوميا بفكر في ده وبقول هل انا غلطانه ان انا عملت كده ولا لا. لا انا مش غلطانه، بس ده اثر فيا جامد جدا يعني. وكنت كل شويه افتكر ان انا ماسكه صوابعها ببص وبغسلها وكاني بودعها، يعني بغسلها كلها. بس انا فرحانه ان انا عملت كده، بحبها وهي اعظم شيء في حياتي، اعظم انسانه في حياتي. انا بعيط بس عشان افتكرت، لكن لا انا بشوفها في المنام دايما. كل ما اطلب اقول لك حاجه حصلت من كام يوم مش هتصدق، هقولها بعدين في انا كنت بصلي من كام يوم، اقسم بالله العلي العظيم وانا بصلي فبتكلم مع نفسي كده في الاوضه عندي. انا ساعات ببقى زي اقول يا انت وينك يا امي، بالي كتير ما شفتكش ومش عارفه ايه، ما شفتهاش منامي يعني. فوانا نمت حلمت ان انا وانا بسجد هي حضنتني، لان انا قلت الكلام ده وانا على السجاده. والله العظيم انا اسفه بخليك تعالى. لا لا حضنتني وقعدت تصلي معايا الركعتين اللي انا صليتها يا الله. في المنام. طب في اعظم من كده؟